السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شهوات حليمة الرحمن. مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال يا ربي، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة وعافية. كيف كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نحضروا صدور الدجاج بصلصة رائعة وكيجي غزال ورائع يعني في المذاق. طريقته سهله وبسيطه جدا، يعني كتقدروا يعني ديروهم هكا كوجبه غداء او عشاء هكا خفيفه، يعني حاجه خفيفه وزوينه ويعني ومشبعه كذلك. الطريقه كيف قلت سهله وبسيطه، ونتمنى تجربوها. انا رافقتها غير بلي بات، يعني كوجبه غداء خفيفه. وكذلك تقدروا ترافقوها باي حاجه عندكم. يعني بالنسبه انا درت غير غدا خفيف، وقلت غادي نشاركه معكم ان شاء الله هذا النهار، ونمشيو للمقادير وطريقه التحضير وبلا ما نطول عليكم. كيف كتشوفوا هنا عندي صدور ديال الدجاج اللي هنا قطعتهم هكا على هذا الشكل. عندي هنايا واحد نصف بصله صغيره يعني مشلضه، عندي كاس كبير ديال الحليب، عندي هنايا البزار، وعندي الملحه، وكذلك عندي هنايا الزبده والروزماري، وهنا عندي الدقيق. هذا هو السر باش كتجي يعني كيجي يعني داك لاصوص كيجي زوين. في الاول كناخذوا الصدور ديال الدجاج، كنمرمدوهم هكا في الدقيق يعني مزيان حتى كنغمروهم مزيان هكا. كندير بوحده بوحده. صافي هنا بعد ما عملت الصدور ديال الدجاج يعني مرمتهم في الدقيق، غادي نخليوهم جانبا. انا هنا كيف لاحظتوا درت الطنجره غير هنايا باش يعني غادي نقلي عفوا غادي نسلق لي بات ولا الباستا، يعني غير كمرافقه يعني اي باستا كتفضلوا. انا هنا كيف قلت لكم درت غداء خفيف، وقلت انني نشاركه معكم. صافي هنا غادي نخلي الباستا ديالي ولا لي بات ديالي حتى كيتسلقوا، معروفين يعني كنديروا شويه الزيت شويه الملحه في الماء كيكون غليان، عاد كنضيفوا لي بات ديالنا. صافي غنخليوهم جانبا حتى كيتسلقوا على خاطرهم، ونصفيوهم ونمشيو باش نقادو الدجاج ديالنا نوضعوه في المقلاة. في الاول كناخذوا مقلاة كنوضعوا فيها يعني ما غنديرش هاد الزبده كلها، غندير غير النصف ديالها كيف كتشوفوا. غادي نوضع معاها داك العريش ديال الروزماري، وغادي نخلي الزبده كدوب. هذاك الروزماري غير كيتشحر مع داك الزبده وكيطلق داك البنه ديالو، ومن بعد راه كنزولو ما كنخليش، يعني غير باش كيعطينا داك المذاق ديالو كيجي غزال وكيجي زوين. يعني الدجاج كيواتي هاد الروزماري ولا حتى السالفيه يعني السلميه كيجي به زوين. صافي هنا غادي نتسنى الزبده ديالي حتى كتذوب، ودائما النار خاصها تكون مهيله. صافي هنا غادي نضيف ديك نصف بصله كتكون مشلضه رقيقه بزاف، غنخليوها غير حتى شويه كتحمر في مع هاد الزبيده. من بعد كنضيفوا الصدور ديال الدجاج ديالي كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، كنوضعوهم كلهم. من بعد راه غادي نزول داك العريش ديال الروزماري، ما غنخليش يعني اللي بغى يخليه انا ما كنخليش باش ما يطلقش ثاني ديك الجهد ديالو بزاف. صافي غنحاول انني نوضع كاع الصدور اللي عندي باش يطيبوا كلهم في مره واحده.
صافي هنا كيف كتشوفوا هنا كنعاود ندردر عليهم واحد شويه الدقيق، غير باش ملي غنوضع الحليب باش يعطينا داك كيف قلت داك لاصوص اللي كتجي زوينه به. صراحه كيتجي غزال هاد الدجاج هكا بهاد لاصوص. صافي غنزول هذاك العريش كيف قلت ديال الروزماري، حيدو جانبا. وصافي غادي نخلي صدور ديال الدجاج كيطيبوا، من بعد غادي نقلبهم طبعا. صافي هنا كيف كتشوفوا كنبدا نقلبهم على الوجه الاخر. وضروري كنضيفوا قليل من الدقيق هكا من الفوق كيف قلت، هاد يعني باش كيجي لاصوص كيجي زوين. كنضيفوا قليل من الملح على حسب الذوق، وكذلك كنضيفوا الابزار، يعني التوابل كنخليهم حتى للتالي. صافي هنا كيف كتشوفوا كنضيف كاس كبير ديال الحليب. صافي وكنحاول انني غير نوزع الحليب على يعني على الصدور ديال الدجاج على هذا الشكل، وصافي وكنغلق عليه نخليه يطبخ وكنغلق عليه طبعا. كيف كتشوفوا هنايا كيف يعني داك لاصوص كيجي زوين، ضروري ما كنحركوه. صافي هنا وجد ليا يعني الصدوره ديال الدجاج. غنمشيو للطبق التقديم. هنا كيف كتشوفوا يعني بعد ما وضعتهم في الطبق داك لاصوص اللي كيبقى ضروري ما نعملوه من الفوق. وكيف سبق لي ذكرت انا رافقته غير بلي بات، يعني سلقتهم وضعت عليهم شويه الفرماج يعني من الفوق. يعني هاد الاكله ساهله وكتجي زوينه ولذيذه بزاف وكيعشقوها الوليدات. يعني الصدر ديال الدجاج راه مفيد للوليدات، نتمنى تجربوه ان شاء الله. والى عجبكم الفيديو كيف دائما ديروا جيم، ولاول مره كيزور القناه ديالي يشترك ويضغط على الجرس باش يوصلوا جديد الوصفات. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.